السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هنكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة من موضوع الناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس. اتكلمنا في الحلقة السابقة عن عدة مواضيع تعرضت للنسخ في الكتاب المقدس، وإن شاء الله هنكمل بعدة مواضيع أخرى في هذه الحلقة. من المواضيع اللي تعرضت للنسخ في الكتاب المقدس هو موضوع الحكم بمبدأ العين بالعين والسن بالسن، إلا أن يسوع نسخ هذا الكلام وغيره بقوله لا تقاوموا الشر ومن لطمك على خدك الأيمن أدر له الآخر. تعالوا نشوف الكلام ده في نصوص الكتاب المقدس. في سفر التثنية 19:21 يقول النص: لا تشفق عينك، نفس بنفس، عين بعين، سن بسن، يد بيد، رجل برجل. لكن نجد أن يسوع في متى 5:38 يقول: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر. ونلاحظ أن أول ما جملة أما أنا فأقول لكم اللي بتتقال على لسان يسوع، يبقى نفهم منها أن في حكم بالنسخ هيتم في هذا النص. وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. يبقى هذا اسمه الناسخ والمنسوخ. موضوع تاني من المواضيع اللي فيها نسخ في الكتاب المقدس هو موضوع حد الزنا. مع ان الحد للزانية كان الرجم زي ما جه في سفر التثنية 22:22، وكما جاء في سفر 38:24 أن الزانية تحرق أيضا، لكن يسوع نسخ هذا الحكم وأوقفه ولم يرجم الزانية أو يحرقها. وكل اللي عمله قال: من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. تعالوا كده نشوف هذا النسخ الواقع في موضوع حد الزنا. في سفر التثنية 22:22 يقول النص: إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة، فتنزع الشر من إسرائيل. يعني لو في واحدة متزوجة زنت مع رجل يبقى الاثنين بيقتلوا. في تثنية 22:23 يكمل النص ويقول: إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها، فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فتنزع الشر من وسطك. هذا الكلام معناه إن لو واحدة تعرضت لاغتصاب وما صرختش، اللي بيحصل لها ترجم هي واللي عمل فيها كده. تمام؟ يبقى النصوص واضحة جدا جدا ان الزنا له عقوبة وهي القتل. تعالوا كده نشوف في تكوين 38:24 نشوف عقوبة الزنا هنا كانت ايه. يقول النص: ولما كان نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل له: قد زنت ثامار كنتك، وها هي حبلى أيضا من الزنا. فقال يهوذا: أخرجوها فتحرق. أخرجوها فتحرق. يبقى الكلام دوت معناه ايه؟ معناه ان الزانية كانت بتحرق. ولكن مع كل هذا الطرح ومع كل هذا الوضوح بالنسبة لحد الزانية انها بتقتل، نجد ان يسوع نسخ هذا الحكم. تعالوا نشوف في يوحنا 8:4 يقول النص:
قالوا له يا معلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ الناس بتقول له يعني موسى بصراحة قال وبكل وضوح ان واحدة زي دي زنت بترجم، انت بقى هتعمل ايه يا يسوع؟ قالوا هذا ليجربوه، عايزين رأيه، يعرفوا رأيه ايه، لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه انتصب، يعني قام وقف وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. يبقى كل اللي عمله يسوع إن هو قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها بحجر، لا قتل ولا رجم ولا حرق ولا عمل أي حاجة. كل اللي عمله إن هو قام وقف بعد ما كان بيكتب في الأرض وقال من منكم بلا خطية فليرميها بحجر، وخلاص الموضوع انتهى على كده. طيب ملخص الكلام ان دوت اسمه ايه؟ اسمه ناسخ ومنسوخ. عقوبة كانت موجودة، العقوبة اتلغت، يبقى هذا اسمه ايه؟ اسمه ناسخ ومنسوخ. طيب تعالوا كده نشوف موضوع تاني اللي هو موضوع الطلاق. مثلا موضوع الطلاق كان موجود في العهد القديم، لكن يسوع برضو نسخه في العهد الجديد. ازاي الكلام ده؟ تعالوا كده نشوف النصوص. تثنية 24:1 إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر، فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة. يعني الكلام ده يعني كل واحد عاوز يطلق هذه المرأة يتركها يعمل لها ايه؟ يكتب لها كتاب طلاق. يبقى كان في حاجة اسمها كتاب الطلاق اللي هو ايه؟ اللي هو الطلاق. لكن يسوع في متى 5:31 بيقول وقيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق، يعني اللي كان عاوز يطلق امرأته يديها ايه؟ الورقة بتاعتها، يعني كتاب الطلاق بتاعها. وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. يعني يسوع منع الطلاق إلا في حالة واحدة بس، علة الزنا اللي هي مستحيل إثباتها أصلا. يعني نصراني مسكين مراته ملعب ومراته بتمارس الرذيلة والفحشاء ومش عارف يثبت عليها هذا الكلام، يفضل طول عمره متعذب لأنه لا يستطيع أن يطلقها لأنه لا يستطيع أن يثبت أنها زانية. يبقى يسوع عمل إيه؟ يسوع لغى موضوع الطلاق. طيب نشوف في متى 19:8 يسوع قال إيه؟ قال لهم أن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه لم يكن هكذا؟ يعني الطلاق كان الاول خالص مش موجود، وبعدين بقى موجود، وبعدين ما بقاش موجود. يعني الكلام ده معناه ان الطلاق حرم مرتين. الطلاق حرم مرتين، ما كانش موجود وبعدين كان موجود وبعدين ما كانش موجود. تمام؟ يبقى حرم الطلاق كم مرة؟ حرم مرتين، يعني موضوع الطلاق تعرض للنسخ مرتين. تمام؟ ويكمل يسوع وأقول لكم أن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. يبقى يسوع عمل ايه؟ يبقى يسوع نسخ موضوع الطلاق.
نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.